طبعا عندنا مشكله كبيره في الحضور الجماهيري. يعني ما ينفعش منتخب مصر يبقى بيلعب وكل اللي موجودين في الملعب ما يكملوش 25,000 واحد، 30,000 واحد في استاد المفروض ان هو بيشيل 100. هنقول عشان اعمال الصيانه وكده يا عم بيشيل 70. يعني تلتين التذاكر ما اتباعش، والمدرجات مفيش حد بيقودها. يعني هو بتوع المشجعين اللي كانوا موجودين النهارده كانوا بيصفروا وكانوا بيزمروا، وفي الماتش كله على بعضه قالوا 3 مرات مصر. مين بقى بيقود جماهير منتخب مصر؟ يعني ليه وزارة الشباب والرياضة ما تعملش في الماتشات بتاعت منتخب مصر رحلات لشباب الجامعات، ويبقى طالع معاهم حد دكتور بقى معيد في الجامعة، كابو من اي كابو من بتوع الفرق، يبقى مفهم الشباب دي هم هيقولوا ايه عشان خاطر بقية الجمهور يمشي وراهم. يعني انت النهارده اصلا كنت بتلعب قدام فرقه هي جايه مغلوبه، يعني بعيدا عن ان هي ما عندهاش كوره، هي الفرقه جايه لك مغلوبه. طب لما هتلاعب فرقه بجد بقى، المفروض منظر المشجعين بتاع منتخب مصر يبقى هو ده المنظر. يعني اصلا كنت حاسس ان انا بتفرج على تقسيم. يعني النادي الاهلي لما بيفتح التتش للجماهير، لا يعني هقارن ايه بايه؟ مش عارف اقارنها بحاجه. 25,000 ولا 30,000 اقسم بالله مقصورة الصحفيين لما بيبقى ماتش مهم بيبقى صوتهم اعلى واهم من كده، وعارف ان الجمهور اللي رايح مش مطلوب منه ان هو يعمل ده لان هو مش بيعمل ده. فين بقى الجهات المسؤولة عن الكورة في مصر عشان تنظم ده؟ ما يبقاش المذيع عمال يقول استاد الرعب استاد الرعب استاد الرعب وانا حاسس ان انا بتفرج على الماتش، على اقسم بالله العظيم الماتش على القهوة بيبقى فيه صوت جماهير اكتر من كده.